البرهان ما داير ينهي الحرب، داير ينهي الشعب السوداني والسودان، ويبقى هو وقيادات ال120 ميليشيا المعاه والحركات المسلحة اللي هسه شغالة نهب في الخرطوم مدينة الأشباح بشهادة عيان، بشهادة من المواطنين السودانيين ذاتهم، يشهدوا على النهب المسلح اللي بتقوم به الحركات المسلحة، الحركات المسلحة المسيطرة على مناجم الذهب، وشغالين بلطجة في مناجم الذهب، شغالين نهب. عاوز يحافظ على ديل، عاوز يحافظ على جماعة الإسلام المتطرف، على جماعة الحركة الإسلامية الإرهابية، على الكيزان اللي مداري عليهم وبيقول نحن ما عندنا علاقة بيهم، لكن هم محركينه ومتحكمين في رايه، محركين ميليشياته. العالم يجمع على انه الحل للسودان هو ايقاف الحرب عاجلا، هدنة إنسانية عاجلة عشان يقدروا انه يوصلوا المساعدات الإنسانية للشعب المنكوب. البرهان يرد عليهم بشنو؟ هدنة بتاع فانيلتك؟ هدنة شنو نحن اللي بنوافق بيها؟ احنا ما عندنا هدنة إنسانية، احنا عندنا بل وفتك ومتك. دي لغة البرهان، المجد للبندقية. يموت الجنود، يروح الشباب، نفقد رموز الفن، فقدنا شادي الله يرحمها برصاص غواته في الخرطوم، وأمس فقدنا إبراهيم إدريس الشاعر والفنان السوداني قبل ما يكون دعامي، قتلوه بمسيرة، مسيرات استهدفت جماعة الإدارات الأهلية المواطنين السودانيين الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع. ذنبهم شنو؟ ده استهداف واضح. مسيرات انتهت من حكاية 1700 مواطن سوداني الله يرحمهم. دي ما عبادة؟ ويجي واحد يقول انه ده قائد الجيش الوطني وده الحامينا. حامينا كيف؟ انا الحاجة اللي بعرفها عن قائد الجيش الوطني هو اللي بيحمي شعبه، هو اللي بيحمي بلده، هو اللي بيشوف اي حل سلمي يحافظ على حياة الشعب. شوفوا ردود مناصرين وجماعته، المناصرين لميليشيات البرهان، شوفوهم بيعزوا كيف الشاعر إبراهيم إدريس، الشاعر اللي أشعاره محببة لجميع الشعب السوداني. شوفوهم بيعزوا كيف. شوفوا الأخلاق الهابطة، يعني مهما وصل بيك الانحطاط الخلقي ومهما وصلت مراحل بعيدة في الخصومة السياسية، ما بتشمت في الموت. التفشي في الموت عار، لأنه الموت مصيري ومصيرك. ويرفضوا في الحلول السلمية، يضربوا بالرباعية الحيطة، يضربوا بمقترح ترامب بالحيطة، ويطلع تركي ده قائد من قيادات الحركة الإسلامية، يطلع من بورسودان وهو بيهدد في ترامب، بيقول له نحن حنسوي قاعدة روسية، حنضرب أمريكا من بورسودان. ترامب أنا من هنا بسمع الكلام، لو ما تأدبت وسكت هناخذ المظاهرات، هنضغط الحكومة، هنضغط الحكومة بدخول الروس في مياه البحر الأحمر ونضرب المرتزقة. قادرين تتخيلوا معي إنه الناس ديل هم اللي بيهددوا ديل، هم نفسهم اللي بيجروا من الدعم السريع، بيهربوا من الدعم السريع، هربوا منه في بارا، الفاشر، بابانوسا، هيجليج ده أكبر حقل نفط في السودان، من أهم الموارد الاقتصادية في السودان. هربوا، خلوه للدعم السريع، ورسلوا مسيرات تقصف المواطنين اللي موجودين في مناطق سيطرة الدعم. ده اللي بيقدروا عليه. والدعم السريع اللي حاليا متقدم، اللي بعد شوية حشوفه في ساحل البحر الأحمر، أي مقترح بتاع هدنة إنسانية ولا تفاوض على وضع السلاح بيوافق عليه. عشان كده الكونغرس الأمريكي رفض المقترح بتاع تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية. وبعد ده بقى واضح للعالم منو الإرهابيين، منو اللي بيمارس في الإرهاب، منو اللي عاوز ينهي الشعب السوداني وينهي السودان. سلام.